ازيكم عاملين ايه؟ يلا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، والروتين بتاعنا النهارده محفز جدا. وان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده هتقومي تشوفي اللي وراكي وتخلصيه في ثواني. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتركي معانا من القناة في القناة لو انت لسه مش مشتركة يعني معانا. انا بعمل ايه الروتين ده؟ انا بعمله بعد الاكل، لازم بعد كل اكل، ده كان بالليل لازم بعد الاكل اكون مشطبة المطبخ بتاعي، الا واذا كنت تعبانة يعني. بس طول ما انا بصحتي، وانا لازم بعد ما اخلص اكل اوضب المطبخ بتاعي، اغسل المواعين، امسح الرخامه، اغسل البوتاجاز. فلازم لازم لازم اكون مخلصه اللي ورايا في المطبخ. وطول ما المطبخ بتاعي نظيف وانا بحس شقتي كلها نظيفه، فاهمني؟ فانا بحب دايما المطبخ بتاعي يكون نظيف والشقه بتاعتي تكون نظيفه. فببدأ بعد ما اخلص الاكل واشيله ونشربه الشاي، نبدأ بقى ايه؟ ندخل على المواعين. اول حاجة اعملها المواعين مش البوتاجاز. افضي الحوض الاول من المواعين اللي فيه، احس ان انا جات لي راحة نفسية كده. ابدأ بقى ايه؟ ايدي تاكلني كده وعايزة تغسل وتنظف كل اللي حواليها، فابدأ بقى امسح الرخامة وامسح البوتاجاز. لازم اخلص كل اللي ورايا. انا هنا بغسل المواعين. قلت اما اصور الفيديو ده روتين تحفيزي يعني كده ومشجع، تقدري تعمليه وطول ما المية ساخنة واحنا بنغسل مواعين. لو ساعة مش غاسلينها بالليل صدقوني. بس فبدأت أغسل بقى المواعين وأروق مطبخي، أظبط أشوف اللي ناقص في شقتي أعمله، كده يعني. انت كمان قبل ما تنامي لازم تكوني مروقة شقتك ومروقة مطبخك، بالخصوص مطبخك. لو مش هتقدري على الشقة كلها يبقى مطبخك يكون نظيف، واللي هي الصالون بتاعك او الانتريه بتاعك اللي الناس بتيجي فيه، لازم دول يكونوا اللي تكوني نايمة وهم نضاف. لان انت ما انتش عارفة مين اللي هيخبط على بابك ويجي يقولك اكنس بيتك ورشه، ما تعرف مين يخشه. لازم تكوني مخلصة اللي وراك وتكوني مرتباه، عشان انت ما انتش ضامنه ايه الظروف اللي تحصل. احنا بنخش ننام مش عارفين ايه اللي هنلاقيه الصبح يعني، فبنعمل احتياطاتنا ما ربما اي حاجه تحصل نبقى ايه؟ احنا قدها يعني. هنا هو غسلت الاطباق، دخلت بقى ايه؟ على على الحلل الكبيره. انا هنا بصفي الشوربه بتاعتي عشان خاطر البصل والطماطم ما ينزلوش ويسدولي الصرف بتاع الحوض. تمام. لو وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو. انا طول ما المية سخنة يا جماعة وفي رغوة قدامي كتيرة في الطبق، بحب بحب قوي ان انا اغسل مواعين يعني. انت بقى تقدري تستغلي الوقت بتاع المواعين ده في تستغفري، تصلي على النبي كتير، تاخدي ثواب يعني، منه اجر ومنه منفعة. هتغسلي المواعين وهتاخدي ثواب كمان. هنا خلصت المواعين بس ما غسلتش الحوض لسه، انا غسلت المواعين بس. جيت عند على البوتاجاز، لان انا كده كده هوسخ الحوض تاني فما غسلتوش، لان انا هغسل البوتاجاز بتاعي. هغسله لازم بعد الاكل برضو، ده الروتين اللي انا بعمله فيه، ايدي فيه طول الوقت البوتاجاز بتاعي، ولازم يبقى نظيف. طول ما هو نظيف نفسي تبقى مفتوحة ان انا هعمل عليه اكل. فانت كمان مطبخك البوتاجاز بتاعك طول ما هو نظيف وانت نفسك هتبقى مفتوحة ان انت تشتغل عليه. بغسل الكوشة، بغسل كل حاجة يعني. بغسله بايه؟ بغسله ببريل زيه زي المواعين، لان انا ايدي فيه طول الوقت. لو محروقه ولا عندي حاجه محروقه يعني، بجيب مزيل دهون يكون قوي زي باور كده او سيترس يعني. برضو في الاثناء الوقت ده صلي على النبي واستغفري ربنا، و صلي كتير، صلي على النبي كتير واستغفري ربنا كتير. هتلاقي المطبخ بيخلص معاكي بسرعه، والشغله اللي انت بتعمليها فيها بركه، والنتيجه بتاعتها هتريح لك اعصابك، وانت نفسك اعصابك تبقى مرتاحه. ده تستغلي الوقت بتاع التنفيذ بتاعك. شغل الصورة جنبك، صورة البقرة، تملى البيت بركة ورزق. انتي حرة بقى ايه؟ استغلي الوقت بالطريقة اللي تعجبك. لو كسلانة شغلي فيديو زي اللي انتي بتشوفيه دلوقتي، روتين محفز، هتلاقي نفسك غيرتي او اتنشطتي، اتحمستي انك تدخلي تشوفي اللي وراكي ايه. انا بعمل كده لما تكون نفسي مسدودة، بتفرج على الفيديوهات دي واتحمس واروح اشوف. لازم اتفرج على فيديوهات زي دي عشان اخلص اللي ورايا. هنا كمان البوتاجاز بتاعي خلص اهوت،
بيبرق اهو. رجعت تاني للحوض، ده الكيس الاسمر ده اعزكم الله يعني كيس زبالة. فابدأ بقى ايه، كم طبقة همصمصه كده واغسله يعني، واغسل الرخامة بتاعتي وامسحها واغسل الحوض، وابقى كده أنا رايقة وهادية ومفيش ورايا اي حاجة، واي حد يجيني مبقاش متوترة ولا اي حاجة. وكده كان الحوض بتاعي اهو زي الفل، والرخامة بتاعتي نظيفة ومية مية. ابدأ بقى ايه، انا كنت بعمل ينسون. هبدأ بقى اعمل معاكم برضو الطبخة دي، كانت تاني يوم مش في نفس اليوم، بس قلت ادمجها يعني معاكم في ايه، في نفس الفيديو. معايا حلة على النار، معايا فيها شوية زيت، ممكن تستخدمي سمنة. نزلت بيها ببصلتين متوسطين او بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، وابدأ اشوح البصلة بتاعتي. عايزة تستخدمي بدل الزيت سمنة او زبدة استخدمي براحتك، واسيب البصلة بتاعتي تدبل، ما تاخدش لون، يعني ايه حاجة خفيفة كده اهو. بدأ لونها يدبل، لو انتم واخدين بالكم يعني اللون بتاعها بدأ يتغير. هنزل عليها بشفشة طماطم، انا عندي طماطم متفرزة فهستخدمها. انت تكوني ضربة طماطم ومصفياها، لان ده طبيخ انا مش عاوزاه ناعم، مش عاوزاه في تفل كتير من بتاع الطماطم. هنا الطماطم بتاعتي كانت فكت، ابدأ بقى ايه، انزل بالطبخة بتاعتي. هعمل ايه، هعمل بامية. ايوه انا هعمل بامية. على فكرة ممكن بدل البامية دي أي نوع خضار عايزة تضيفيه في الوقت ده ضيفيه. أنا استخدمت بامية. عايزة تضيفي بسلة ضيفي، عايزة تضيفي فاصوليا تكوني مسخة سلقاها ضيفي، لوبيا كذلك نفس النظام يعني. أنا عملت بامية، نزلت عليها بملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وبهارات فراخ، أنا بحب أحبشها كده. وهغطيها بقى إيه، ثانيتين كده تشرب من البهارات، وبعد كده هزودها المية سنة سنة، يا دوبك تغلي غلوتين كده اهو. انا بغطيها بالميه هتغلي غلوتين، وبعد كده هفضيها في طاجن وادخلها الفرن. انت عايزه تكملي السوا بتاعها على البوتاجاز زي ما هو كده استخدميه انت وراحتك، لو يعني ايه مش عاوزه تنجزي وقتك يعني. انما انا هستخدمه، هخليها تغلي غلوه. دي معلقه توم سحر يا جماعه، جربوه على الخضار بتاعكم سحر، معلقه التوم الصغيره دي. فانا هفضيها في طاجن وكملت السوا بتاعها في الفرن. هنا كانت غلت اهي. ابدا بقى اجيب خلاص دخلت في السوا. ابدا اجيب الطاجن بتاعي وانزل بيه بالمامية بتاعتي. يا خرابي على الدخان، بصوا هتشوف شكلها هيوضح دلوقتي. وبعدين هتعمل ايه تاني تديها احلى ريحة احسن وطعم احسن، حتة سمنة صغيرة او حتة زبدة صغيرة، يا لهوي بتنقل طعم في حتة تانية. بعد ما طلعت من الفرن بصوا بألف هنا يا رب.